طيبين وسنة سعيدة علينا جميعا. بداية أول السنة الجديدة بقائمة أعمال موسم رمضان 2023، وهي القائمة النهائية يا صديقي بكل التفاصيل حوالين المسلسلات. ونبدأ من هنا صديقي الإعلان رسميا عن تحضيراتنا لموسم رمضان 2023، فعاوزك تركز معايا كويس جدا لأن هتطلع من الفيديو ده هتعرف كل التفاصيل وبكل المعلومات اللي عاوز تعرفها، وكمان قنوات العرض لكل الأعمال في حلقتنا النهارده وكل الأعمال اللي هتشارك معانا في موسم رمضان 2023. فركز معايا كويس جدا كده مع بداية السنة علشان نعمل التغطية بتاعتنا بكل احتراف. نبدأ حلقتنا النهارده صديقي بالصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا هقدم لك هدية يا صديقي النهارده من نوع خاص، وعاوزك ترد الهدية دي بإنك تنزل تعمل لايك للفيديو، وعاوزين نوصل الفيديو ده لأعلى لايكات موجود هنا على القناة. وكمان لو كنت أول مرة تشوفني اشترك معايا وفعل زر التنبيهات علشان توصل لك كل حلقاتنا الجديدة. يلا بينا يا صديقي نخش على أول مسلسل معانا في قائمتنا النهارده، وهنبتديها من خلال مسلسل الأجهر اللي بتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي حوالين الأجهر داخل حي الدرب الأحمر واللي بيتهم بقتل أمه. المسلسل من بطولة عمرو سعد، سيد رجب وكمان درة، والمؤلف هتكون ورشة ملوك، والمخرج هيكون ياسر سامي، وقناة العرض بشكل حصري هتكون قناة MBC مصر. نخش على تاني مسلسل معانا في قائمة النهارده وهيكون مسلسل الجبل، واللي بتدور أحداث المسلسل حوالين بطولات الكتيبة 101 في التصدي ضد الإرهاب بداخل مصر في سيناء. الأبطال هيكونوا أحمد السقا وعمرو يوسف، المؤلف هيكون إياد صالح، المخرج هيكون محمد سلامة، وقناة العرض فهتكون قناة ندخل على المسلسل اللي بعد كده وهيكون الحاج إكسلانس، وبتدور أحداث المسلسل ده في إطار من الكوميديا حوالين الحاج إكسلانس. المسلسل من بطولة محمد سعد وعلا غانم، والمؤلف هتكون شركة بلاك هورس، والمخرج هيكون أحمد شفيق، وقناة العرض فهتكون قناة CBC. نخش على المسلسل اللي بعد كده وهيكون مسلسل السفارة. بتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا، وبينتمي المسلسل ده لفئة المسلسلات ال15 حلقة. الأبطال هيكون أحمد أمين وأحمد الغندور، واللي هو يا صديقي الدحيح، والمؤلف هيكون هو أحمد أمين، والمخرج هيكون علاء إسماعيل، وقناة العرض فهتكون قناة DMC. والمسلسل اللي بعد كده هيكون العمدة. بتدور أحداث المسلسل حوالين جعفر العمدة، واللي بيكون متزوج من 4 زوجات، وبتكون رحلته أحداث المسلسل عن البحث عن ابنه. المسلسل من بطولة محمد رمضان، مي كساب وزينة ومنى فضالي، والمؤلف هيكون محمد سامي، وأيضا إخراج محمد سامي، وقناة العرض فهتكون قناة DMC بشكل حصري. المسلسل اللي بعد كده وهيكون الكبير قوي الجزء السابع، وبتدور أحداث المسلسل حوالين عمدة المزاريطة، واللي بيمر بالعديد من المشاكل بين عائلته في إطار من الكوميديا. الأبطال أحمد مكي، رحمة أحمد، ومحمد سلام، والمؤلف مصطفى صقر، والمخرج أحمد الجندي، وقناة العرض فهي قناة بشكل حصري. المسلسل اللي بعد كده وهيكون المداح الجزء الثالث. بتدور أحداث المسلسل في إطار من الرعب حوالين الشيخ صابر المداح، اللي بيحاول إن هو يلاقي حل بعد إنه كان بيحارب الشيطان في المسلسل. المسلسل اللي من بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، وهبة مجدي، والمؤلف هيكون أحمد أمين، والمخرج أحمد سمير فرج، وقناة العرض فهي قناة MBC مصر بشكل حصري. المسلسل اللي بعد كده وهيكون بابا المجال. بتدور أحداث المسلسل حوالين تاجر قطع غيار بيدخل في بعض المشاكل مع بعض التجار، وده اللي بيجعله إن هو يتاجر في الممنوعات في السوق. المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، وسوسن بدر، والمؤلف أحمد خالد موسى، والمخرج كمان أحمد خالد موسى، وقناة العرض فهتكون قناة MBC مصر بشكل حصري. نيجي على المسلسل اللي بعد كده وهيكون بطن الحوت. بتدور أحداث المسلسل حوالين أخوين بتحصل ما بينهم حكايات مثل قصة قابيل وهابيل في إطار من 15 حلقة. المسلسل من بطولة محمد فراج، باسم سمرة، وأسماء أبو اليزيد، والمؤلف أحمد فوزي، والمخرج أحمد فوزي كمان، وقناة العرض في قناة MBC مصر بشكل حصري. المسلسل اللي بعد كده يا صديقي فهيكون مسلسل تحت الوصاية. بتدور أحداث المسلسل حوالين زوجة بتحاول إن هي تحارب أهل جوزها المتوفي، فبتتنكر في زي راجل وبتبدأ وتقرر إن هي تشتغل في الصيد مع الرجال. المسلسل من بطولة منى زكي، دياب، ونسرين أمين، المؤلف خالد دياب، والمخرج محمد شاكر خدير، وقناة العرض يا صديقي فهي قناة DMC بشكل حصري. المسلسل اللي بعد كده يعتبر من أجمد المسلسلات المنتظرة في موسم رمضان، مسلسل تغيير جو. بتدور أحداث
المسلسل عن دكتورة نفسية بتحاول تحل بعض المشاكل للمرضى النفسيين اللي بيجولها، وبتحاول ان هي تخليهم يواجهوا المشاكل في مجتمعنا، وبيجي لها مريض وبتعجب بيه. المسلسل من بطولة منة شلبي، اياد نصار، واحمد مالك. المؤلفة هتكون منة الشيمي، والمخرجة هتكون مريم ابو عوف. قناة العرض يا صديقي فهي قناة MBC مصر بشكل حصري. نيجي على المسلسل اللي بعد كده وهيكون مسلسل جميلة. بتدور احداث المسلسل حوالين جميلة اللي بتتزوج من شخص اللي كان متجوز قبليها امرأة. المسلسل من بطولة ريهام حجاج، يسرا اللوزي، وسوسن بدر. والمؤلف هيكون ايمن سلامة، والمخرج هيكون سامح عبد العزيز. وقناة العرض فهتكون قناة أون بشكل حصري. المسلسل اللي بعد كده وهيكون مسلسل حضرة العمدة. بتدور احداث المسلسل عن طالبة في الجامعة الامريكية، وهي من بلد ارياف، فبتحصل مشاكل في بلدها واللي بتخليها انها تكون عمدة بلدها. المسلسل من بطولة روبي، محمود حافظ، وسميحة ايوب. والمؤلف هيكون ابراهيم عيسى، والمخرج هيكون عادل اديب. وقناة العرض فهي قناة MBC مصر بشكل حصري. المسلسل اللي بعد كده هيكون مسلسل حمد لله على السلامة. بتدور احداث المسلسل في اطار من الكوميديا، في اطار من مناقشات قضايا المجتمع والهجرة الغير شرعية. الابطال يسرا، شيماء سيف، وعناب. المؤلف هيكون محمد ذو الفقار، والمخرج هيكون عمرو عرفة. وقناة العرض فهتكون قناة أون بشكل حصري. نيجي على المسلسل اللي بعد كده وهيكون مسلسل رشيد. بتدور احداث المسلسل في اطار دراما اجتماعي حوالين رشيد اللي بيريد يتزوج من شخصية هي ولا هنا اصلا. ومن هنا يا صديقي بتبدأ احداث المسلسل المكونة من 15 حلقة. الابطال محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، وسيد رجب. المؤلف بتاع المسلسل لحد دلوقتي مش عارفين مين هو، ولكن الاخراج هيكون مي ممدوح. وقناة العرض فهي قناة MBC مصر. المسلسل اللي بعد كده وهيكون رمضان كريم الجزء الثاني. بتدور احداث المسلسل داخل اجواء شهر رمضان، داخل حارة شعبية مصرية، مع بعض من قصص درامية وكمان مشاهد كوميدية. المسلسل من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، وكريم عفيفي. المؤلف هيكون احمد عبد الله، والمخرج هيكون سامح عبد العزيز. وقناة العرض يا صديقي فهتكون قناة DMC. المسلسل اللي بعد كده هيكون مسلسل ستهم. بتدور احداث المسلسل حوالين 4 قصص حقيقية تحدث عن الامهات المثالية في المجتمع اللي بيضحوا من اجل اولادهم وبيتنكروا وسط الرجال علشان يقدروا يعملوا الشغل اللي بيعملوه الرجال. المسلسل من بطولة روجينا، وكمان الشيخ ياسين التهامي. والمؤلف ناصر عبد الرحمن، والمخرج رؤوف عبد العزيز. وقناة العرض فهي قناة النهار. المسلسل اللي بعد كده يا صديقي هيكون مسلسل سر السلطان. بتدور احداث المسلسل في زمن حمل ومقاومة الشعب المصري ضد هذا الاحتلال. المسلسل من بطولة احمد فهمي، احمد السعدني، بيومي فؤاد. المؤلف هيكون يوسف ادريس، والمخرج هيكون خالد يوسف. وقناة العرض فهي قناة النهار. المسلسل اللي بعد كده وهيكون مسلسل سوق الكانتو. بتدور احداث مسلسل سوق الكانتو في اطار شعبي، وتحديدا في سوق البالة بوسط البلد عام 1922. المسلسل من بطولة امير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب. والمؤلف هيكون هاني سرحان، والمخرج حسين المنباوي. وقناة العرض يا صديقي فهي قناة DMC. المسلسل اللي بعد كده مسلسل ضرب نار. بتدور احداث المسلسل حوالين جابر ابو جديد اللي بيهرب من الصعيد بسبب طار موجود عليه، وبيقع في حب واحدة بيراها في مصر. المسلسل من بطولة العوضي وياسمين عبد العزيز، والمؤلف ناصر عبد الرحمن، والمخرج مصطفى فكري. وقناة العرض فهي قناة CBC. والمسلسل اللي بعد كده هيجي معانا مسلسل علاقة مشروعة. بتدور احداث المسلسل في اطار دراما اجتماعي، وبينتمي المسلسل لفئة المسلسلات ال15 حلقة. الابطال المشاركين في المسلسل ياسر جلال، مي عمر، وخالد الصاوي. والمؤلف لم يعلن عنه، والمخرج ايضا لم يعلن عنه، ولكن اللي تم الاعلان عنه ان المسلسل هيكون على قناة الحياة في موسم رمضان القادم. المسلسل اللي بعد كده هيكون مسلسل عملة نادرة. بتدور احداث المسلسل في اطار دراما صعيدي وعن تجارة الاثار في الاقصر. المسلسل من بطولة نيلي كريم، جمال سليمان، واحمد عيد. والمؤلف مدحت العدل، والمخرج مندو العدل. وقناة العرض فهي قناة DMC. المسلسل اللي بعد كده هيكون مسلسل كامل العدد. بتدور احداث المسلسل في اطار دراما اجتماعي وقصة حب بتجمع دينا الشربيني بشريف سلامة. الابطال دينا الشربيني، شريف سلامة، واسعاد يونس. والمؤلف ياسر طاهر، والمخرج خالد الحلفاوي. وقناة العرض وهي قناة MBC مصر بشكل حصري. ونيجي يا صديقي لاخر مسلسل معانا في قائمة النهارده، وهيكون مسلسل مذكرات زوج. بتدور احداث المسلسل عن رواية احمد باجت في اطار دراما اجتماعي في مسلسل من فئة ال15 حلقة. الابطال طارق لطفي، المؤلف محمد سليمان، والمخرجة مريم الأحمدي.
الكوميدي وقناة العرض وهي قناة الحياة. وهنا يا صديقي نكون احنا انتهينا من القائمة الرسمية لموسم رمضان 2023. القائمة دي يا صديقي هي القائمة الرسمية لكل الأعمال المشاركة معانا خلال موسم رمضان. فانتظر بقى في الفيديوهات اللي جاية والقوائم اللي جاية هنتكلم عن التحديثات الجديدة حوالين المسلسلات. أي نعم في مسلسلات مشاركة معانا في موسم رمضان القادم، ولكن التفاصيل بتاعتها لسه متكتم عليها فريق العمل، وده اللي احنا هنحاول نجيبه خلال الفترة اللي جاية، وكمان المفاجآت اللي بتكون قبل شهر رمضان. فعاوزك تقدر مجهود حلقة النهاردة اللي تعبنا عليها جدا يا صديقي صدقني، علشان اقدر اعمل لك حاجة تليق بيك. فانزل بقى اظبطني واعمل لايك للفيديو وما تبخلش عليا اللحظة دي من وقتك. وكمان لو كنت اول مرة تشوفني اشترك معايا هنا في القناة، فعل زر التنبيهات علشان توصل لك كل الحلقات اللي جاية.